ازيك يا وليد؟ استنى بقى نتكلم شويه. ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب. الطبله بتاعتك، انت بتعمل الشغلانه ديت بقالك قد ايه؟ ده جدي كان صح. جدك الله يرحمه. ربنا عن جدك. هي على فكره كان زمان في كل منطقه كان بيبقى فيه واحد بيصح. تمام. في كل منطقه. تمام. انما دلوقتي بقى البلد بقت برضك لا، هي برضك كل واحد في مكان. ليه هنا والله؟ تمام، مفيش حد يتعدى على التاني. لا هو احنا عندنا حد تاني غيرك بيسحر في البلد؟ محمد رأفت. اه اخويا حماده. والله والله ما عنديش معلومات. وخالتي محاسن. لا الله يعينهم، الله يعينهم. الله يديك الصحة. ما عنديش معلومات. وانت بالصحة جميل. كان زمان الراجل وهو بيسحر بيمشي كان ساعات بينده الاسام. كانت ست طبعا الله يرحمها برضه، وكان جدي كان يقولوا تواشيح. وبرضه بيقولوا كلام بس كان في يجوا على اخر ايام من رمضان، وكان يقول لك لا اوحش الله منك يا شهر الصيام، يقول تواشيح كده وهو ماشي. هي كانت ست وجدي كان يقولوا الكلام ده. لا اوحش الله منك يا شهر الصيام. تمام. كان محمد رأفت برضه بيقول الكلام ده. والله تمام. محمد بيقول تواشيح. لا ده احنا نقابله بقى. الطبلة بتاعتك كمان يعني عاملة زي بتاعت المدارس ولا طبلة ايه؟ ده اخويا حماد اللي بتاع المدارس. بيبقى ماشي معاه بطبلة كده. اللي هي ام عصايتين دي. تمام. تن تررن تررن تن تررن تن. واخد بالك دي بتاعت المدارس. تمام. والله يا وليد كل سنة وانت طيب. وانت طيب ورمضان كريم وكل سنة وانت طيب منورنا. احنا برضو يعني المسحرات وان كانت الناس الى حد كبير سهرانه والى حد كبير قاعدين بتاع، الا ان ده طقس رمضاني او حاجه من حاجات رمضان اللي في مصر اللي دايما موجوده ودايما برضو الناس محتاجاه. بطبع كلامك اللي بالطيب، في اللي يعرف معنى المسحراتي وفي اللي ما يعرفش معناتها. يعني انا بلف في اللي بيدي الحسنه بتاعتنا وفي ما بيديش. مساله الحسنه دي بقى يعني ربنا يرزقك، ده انا ما بتكلمش على كده. انا بتكلم في حته ان برضه ما زالت رمضان رغم التقدم ورغم ان الناس موجوده ورغم الناس صاحيه ورغم ان الناس قاعده بتتفرج على التلفزيون ومعاهم ده. خلي بالك المسحرات زمان كانت الناس بتيجي فلاحين بيناموا من المغرب، ما عندهمش اي وسائل ترفيه. الشباب بقى اللي زي حالاتي يقول لك في تليفون طلع، فانا بكلمك على كده اللي هم ما بيطلعوش يعني ابوه اللي بيطلع الحسن بس هو ما بيطلعش ولا حد بيصحر حاجه. لا انا ما بتكلمش على الحسنه والله وربنا يرزقك والله ما مش على كده. انا بتكلم في حته يعني بيقول لك ما عادش حد بيصحر رمضان. لا لازم أيوة. ده طقس رمضاني، ده حاجه من مصر كده حاجه. وخلي بالك بقول لك ما في ناس ما تعرفش معنى لا ده المسحراتي ده لازم حاجه كده من ضمن. ما هو بيقول لك رمضان في مصر حاجه تانية ليه؟ عشان الحاجات دي ما فيش مسحراتيه بره. انا ما بكلمكش عن الحسنه. يعني في ناس تقول لك يعني اللي هم ما بيدولوش حسنه تلاقي يقول لك وهذا حد بيسحر يا ولد ده في تليفون طلع. لا ما اقصدش. انا اقصد ان رمضان برضه في صلاة التراويح، فيه المسحراتي، فيه السحور، فيه البتاع. ورغم اي حاجة ممكن الواحد يجي علينا وما هو الطبلة بتاعتك تصحيه. فربنا يديك الصحة يا وليد ودايما الله يخليك ودايما من خير. هيجي برضه في رمضان في عز الشتاء في عز الطوبة. الناس هتبقى نايمة ومسحراتي ده هيبقى بيلف في البلد، والتاني الناس هتبقى نايمة في بيوتها والمسحرات هو اللي يصحوا من النوم. مسحراتي منقراتي في البلد جوال، وفي كل شبر وحته من بلد، حته من كبد، حته من موال. طبل بقى يا وليه.